ازيكم عامل ايه؟ معاكم قناة عمر الاهلي من السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي. النهارده معاكم قناة عمر الاهلي من السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي. النهارده هنتكلم على موضوع كويس جدا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن مباراة النادي الاهلي المصري في استعداد مباريات النادي الاهلي في الشامبيونز ليج والدوري المصري. بس في ناس كتير عشان تفهم المعلومه لازم نشجع الاهلي، ولازم نقدمه في المباريات. الاهلي اليومين دول بيخصم من ضمن المباريات ومن ضمن التشجيع. لازم النادي الاهلي يعمل حتى التشغيله ويهزم اللعيبه ويهزم الفريق القادم اللي فيما بعد ان شاء الله اللي هنكسبه. النادي الاهلي المصري قدامه كذا ماتش في الدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي عشان يكسب دوري ابطال افريقيا لازم النادي الاهلي المصري استعداد للمباريات القادمه. اما ازاي استعداد للمباريات القادمه اصلا، والاهلي اصلا مش عارف يعرف يتحكم من ضمن المباريات القادمه. ازاي؟ اقول لك الفرصه. النادي الاهلي المصري باستعداد المباراه القادمه اللي هي مباراه دوري ابطال افريقيا، اللي هي المرحله الرابعه اللي فاضل له 3 ماتشات في الدوري الشامبيونز ليج. طبعا فاضل له 4 ماتشات للنادي الاهلي، 3 ماتشات، واستعد للمباراه القادمه. احنا لازم نبدا كل مباريات كويسه جدا، ولازم حتى قدام مباريات النادي الاهلي المصري استعداد لفريق الشامبيونز ليج. وحتى بص عشان اقول لك كلمتين من الاخر كده، النادي الاهلي المصري وقع في الدوري المصري. الدوري المصري بالذات النادي الاهلي عمال يتصدر الاولى وعمال ينزل، والنادي عمال يتصدر الاول والزمالك وهكذا. لازم المباراه القادمه ان شاء الله رب العالمين النادي الاهلي المصري يتصدر للمجموعه، عشان احنا متامنين لدوري ابطال افريقيا ومتامنين جدا في الشامبيونز ليج. وطبعا الناس كده اصلا عشان تفهم المعلومه لازم ان احنا المفروض المعلومه اللي هي دوري الشامبيونز ليج لازم نبقى عارفين دوري الشامبيونز ليج معروفه جدا وليها ثمن، وده النادي الاهلي المصري ليها رقم لازم نعرفه. النادي الاهلي المصري ليه سمعه على مستوى العالم، والنادي الاهلي متصنف في فيفا في 2026 2021 ل 2025 متصنف ل 23 لانديه على مستوى العالم. النادي الاهلي المصري مستعد للمباراه القادمه، مستعد للبطوله الدوري المصري، مستعد لكاس مصر، مستعد للبطوله كانتر كونتيننتال بعد الشامبيونز ليج. فطبعا فيما بعد لو الاهلي كسب الشامبيونز ليج طبعا هنلعب في كاس انتر كونتيننتال. طبعا في هم الناديين المصريين المتصلين في الدور الرابع والدور الثالث مع بعض دخلوا في دور ايه؟ في ربع النهائي. الاهلي المصري والبيراميدز طبعا متسابق في دوري ابطال افريقيا، واخد النسخه الاولى من اول نسخه الجديده اللي اتعملت 2025، هو بطل افريقيا 2025 بيراميدز. احنا نتوقع النادي الاهلي المصري، نتوقع 90% ان النادي الاهلي المصري هيكسب بطوله كاس دوري ابطال افريقيا 2026 وهيكسب على ارض الواقع. الله اعلم، لسه ما نعرفش اي حاجه، بس ان شاء الله هنعرف كل حاجه. معاكم قناه عمر الاهلي، معاكم على كل التواصل الاجتماعي. ان شاء الله هنتكلم عن المباراه القادمه ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله هنتكلم على اللعيبه، بس احنا لسه مش عارفين اي حاجه. بنتكلم على ارض الواقع الاول، وبعدين بنتكلم في المباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله مع بعض مع قناه عمر الاهلي ومع قناه كل القنوات. معاكم برنامج خلي الكره بعد الفطار، برنامج قوي جدا وان شاء الله كلكم تستمتعوا بيه. البرنامج ده اقوى من برنامج على مستوى الشرق الاوسط ان شاء الله، وان شاء الله من برنامج دوره رمضانيه ان شاء الله بعلمين. خلاص كده، وان شاء الله كل سنه طيبين ورمضان كريم. طبعا بقالي كتير ما نزلتش على السوشيال ميديا عشان انت متصاب اصابه كبيره، طبعا انت في ملايين جدا بس مش باينه عشان انا معمول عمليه تجميل، عشان خلاص الحمد لله رب العالمين مش عايزين نظهر الصوره خالص الحمد لله. ان شاء الله هنبدا معاكم فيديوهات في شهر رمضان كل رب العالمين ان شاء الله. معاكم قناه عمر الاهلي، السوشيال ميديا اعمل سبسكرايب وفعل الاشتراك. باي.